السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناة فيرمة الزاوية. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله أول حاجة بغيت نشكركم على التفاعل الكبير اللي تفاعلتم مع الفيديو اللي فات ديال البناء ديال المنزل. وهذا الفيديو هو كذلك جواب على السؤال اللي كان كيرجع بزاف في التعاليق ديال شحال التكلفة. يعني أنا مبغاش ندير لكم التكلفة، نعطيكم يعني غير داك العدد هكاك، يعني كإجمالها شحال تقامت. ما غاديش يكون مفيد ليكم، يعني أنا بغيت نعطيكم كما في أول فيديو ديال القناة كنت قلت لكم، يعني أي حاجة غنديرها غنحاول نشرح لكم يعني بالتفصيل في أرض الواقع بشحال كتقام هذه وهذه وهذه، باش تكون عندكم فكرة يعني صحيحة ومن أرض الواقع بشي حاجة اللي مطبقة ماشي نظرية. حيت أنا فاش كنت كنقلب في الأول فاش يلاه بغيت نبدا، كان أغلبية ديال الفيديوهات كنلقى غير نظرية، هذه كتسوى هذه كتسوى، ولكن فاش كتجي لأرض الواقع كتلقى بعض المرات حوايج آخرين. ومن بين واحد الأسئلة تاهي اللي كانت رجعت، هي بزاف الناس كان كيقول لك درتي المرطوب كون خليتي الحجر هكاك عريان كذا. دونك هذاك الحجر اللي خلاني نغطيه وندير ليه المرطوب هو انه هو واحد النوعيه ماشي مزيانه، كيتفرتت بحال فيه شي حجرات فيه بحال الجير. دونك الا خليته هكاك غادي يتفرتت وغادي يولي يجمع ديك الرتيله والحشرات الى اخره. وما انا ما كرهتش، كنت باغي ناوي نخلي واحد الحيط، لا في البيت ديال النعاس لا في المراح، على الاقل واحد الجهه نخليها هكاك، المنظر ديالها يكون فيها حجر ومفيني مزيان، غير دوك لي جوان ديالو. وعلى برك غنخليها هكاك ندير لها غير لي جوان، ولكن الحجر عندي كيتفتت، دونك ديك الخدمة ما تصلحش. دونك هذا ما كان. دونك دابا غادي ندخلوا لصلب الموضوع ديال التكلفة، بشحال تقامت هاد الدار الصغيرة. وواحد الملاحظة يعني قبل ما ندخل في هذا الجدول هذا، في الآخر ديال الفيديو غادي تلقاو يعني البونات ديال السلعة بالنسبة للناس اللي غتبغي يعني تمشي بعيد في التكلفة، ولا بغات دير واحد ليستيماسيون، واحد ليستيماسيون تكون قريبة أكثر، يعني بالنسبة شحال من خنشة ديال السيمة، شحال من فايج ديال الرملة، شحال من ديال الحديد، شحال هذا إلى آخره. فعندنا دوك البنات كلهم اللي كان كيصيفط ليا السيد مول السلعة، غادي نحطهم لكم في آخر الفيديو، باش اللي بغى يقدر يدير المجموع ديال كل حاجة، السيمة شحال خدات من طون ديال السيمة، شحال ديال الرملة إلى آخره. دونك البناء كما قلنا بالحجارة، والمساحة ديال البيت هي 64 متر، 8 عرض في 8 طول، والعلو 3 متر ديال العلو. دونك هنا قسمت الأشغال على حسب كل حاجة بوحدها. دونك غنبداو بالأشغال ديال البناء، باليد العاملة ديال البناء. دونك هنايا المعلم دويت معاه على المتر كوفير ب 250 درهم. دونك فيها البني ديال الاساس، دونك اللي كتسمى الطبله، مع الحيوطه ديال السفلي والضاله، وهذيك الستره ديال الاعمده الصغيره اللي الفوق. نورمالمون هاد الستره كتحسب بوحدها الا كانت كدير هذاك الحيط بحال في الديوره ديال المدينه الى اخره. لا، مي حنا دخلنا شي فشي و وكيسميتو هذاك 250 درهم يتفاهمنا على المتر كاري، دخلنا فيها حتى هذوك الستره الصغيره اللي ديزا بهذوك الاعمده اللي في السطح. دونك كيفاش كتحسب هاد القضيه؟ ملي كدوي مع المعلم على المتر كوفير هي 250 درهم مثلا كدير معاه. هو الثمن كيبدا من، كاين اللي كيخدم حتى ب 200 درهم، وكتوصل حتى ل 300 400 درهم حتى ل 600 بعض المرات في هذوك الفيلات الكبار ولا كذا. اللي كان هذاك البني اللي غدير كيكون معقد، مثلا فيه دي نيفو شي طالع شي نازل، ولا فيه شي اقواس ولا دي فورم في شكل، الثمن ديال المتر كاري كيتزاد. انا حيت البني سامبل فاتفقنا على 250 درهم، باش ندير 200 درهم كاع حتى الاخر. 250 درهم يعني ما بين وبين. العدد يعني هنا شنو كاين الثمن ديال الوحده. دونك حنا المتر كاري 250 درهم، والعدد كيفاش كيتحسب؟ دونك كدير 8 في 8 اللي هي المساحه ديالك، دونك 64 متر، زائد هذيك الاساسات. الطبله كيحسبوها هما بالنص ديال الثمن فاش كتخدم مع المعلم بالمتر كوفير. دونك 8 في 8 هي 64 على جوج، دونك كدير 64 زائد 64 على جوج باش تعطيك المتراج كامل شحال. دونك فاش كتحسبها، وكما قلت لكم هنا نورمالمون كتزيد حتى الستره كتحسبها بوحدها، ولكن حنا حيت دخلناها في هذا الحساب حيت هي ساهله شويه، دونك دخلت في هذا الحساب هذا. دونك كتعطينا هي 96 متر مربع. وهنا دونك الثمن الاجمالي غادي نحاولوا نحسبوه. نديرو هذه تساوي هذا العدد اللي عندنا حنايا مضروب في الثمن ديال الوحده.
دونك غتجيها بحال 24,000 درهم خدمة يد المعلم باش يبني هذيك الدار فاش كندويو على هاد المتر كوفر كيكون يعني مرطوب، فيها البني، فيها المرطوب، فيها التركاب ديال الفوكادا، ولكن الفوكادا كيكون على حسابك انت، ما كاينش ليه شوايه. كاين ابارامون شي معلمين في شي خدمات كتقدر تدفع معاه حتى الفوكادا هو كيشليه، ولكن غالبا غيكون الثمن زايد، ما تكونش 250 درهم. السلام. دوك الدروج من بعد كنا ما حسبناهمش بوحدهم، دوك دخلناهم من بعد بوحدهم، كنا درنا لهم 1000 درهم. هنا هاد الدروج شويه الثمن ناقص شويه، حيت كان الخدمه كانت مبديه شويه عندنا مع واحد المعلم اخر، وكانوا على شي ظروف ما كملتش مع داك المعلم اللي كان هو شويه بعيد، داكشي علاش كنت كنصح من بعد تخدموا مع واحد في ولد المنطقه. فدوك بما انه كان الاساس شويه محفور وكانوا الحديد مضفور الى اخره، المهم شي اعمال كانت شويه زايده متقدمه، دونك داكشي علاش الثمن شويه ناقص هنايا. دونك درنا لها 1000 درهم. دونك حتى هي نفس العمل اللي غادي ندخلوه هكا. من بعد كاينه هذيك لا تيراس، هذه ما كانتش داخله في هذا الثمن الاجمالي حيت هذيك بوحدها. دونك ديك لا تيراس الميتراج ديالها كلها 46 متر كاري، تفاهمنا عليها كلها ب 2900 درهم. من بعد كاين اشغال جانبيه هنايا، هي شي حاجات ما كيكون ما تفاهمناش عليهم لا هنايا لا هنايا، فحتى هادرا ما كناش تفاهمنا، حتى من بعد ملي درنا لا تيراس عاد قدرناها بهذاك الثمن. اشغال جانبيه هادو بحال شي حاجه كتكون خارجه من الجنب، بحال داك تحت الدروج يبنيه ولا يقادو ولا يدير شي حاجه كتكون زايده ما تفاهمناش عليها في الاول، فبالتالي كيخصك تزيدها. دونك غالبا غادي نقدر نفوت مازال هاد 1000 درهم، حيت مازال كاين شي حوايج اخرين غنطلبهم منو يزيدو. دونك هادي خصكم ديروا بعين الاعتبار انه فاش غتكون كتبني راه دار شي حاجات كيخرجوا ابار الحساب ديالك اللي كتكون داير في الاول، فخاصك حتى هو تزيدو في الحساب. دونك انا غادي غير نجرب نفس العمليه هنا، راه كنضرب غير هذا في هذا وتيعطينا حنا الثمن الاجمالي. هنا غنديرو التكلفه ديال اليد العامله ديال البناء بوحدها، يعني التوتال درت لكم بوحدو باش كل واحد الا بغى غير المعلومه ديال كل حاجه بوحدها غادي يلقاها هنايا. دونك غنديرو المجموع ديال هاد الشيء كامل اللي هنايا، نشوفو شحال غتعطي. هي 28,000 درهم و900. دونك هذه هي التكلفه ديال اليد العامله، يعني لا تقدر تزاد شويه، المهم ما غاديش تمشي تفوت بزاف، ولكن حنا نقولوا 28,000 درهم و900. من بعد غادي ندوزو لكاين الاعمال ديال الكهرباء والسباكه، يعني ديال البلومبري وهداك الشيء، والحفره ديال الصرف الصحي. دونك الكهرباء زائد السباكه الدري واحد اللي تفاهمت معاه هو كيديرهم بجوج، دونك درنا 3100 درهم. هي غير 3000 درهم، هذيك 100 درهم كان فاش جا في الداله في الاول قبل ما يدوزو داك، فاش يلاه داروا الوردي وكذا كان جا دوز هو داك التيوات ديالو. دونك هنايا نفس العمليه غادي نديرو، هادي مضروبه في العدد مضروب في هادي مضروب في كيسميتو في الثمن ديال الوحده، عطينا 3100. ومن بعد غادي نجرو هكا. دونك حتى هادي 1000 خلصناها غير مره واحده، دونك 1000 درهم. هنا غندير عاوتاني نفس القضيه، المجموع ديال هاد العمليه كلها ديال الماء والضوء بشحال تقاد. يعني هنا كندويو على اليد العامله، ما تندويوش على السلعه. دونك اليد العامله ديال الكهرباء وديال السباكه يعني البلومبري طلعت ب 4100 درهم. غنكملو دابا وصلنا هو هاد البناء. دونك هنايا اقتلاع ديال الحجاره وجمعها. دونك هنايا الحجر اللي خرجته في الاول، الناس اللي يعني متبعه من شحال هادي ولا اللي واخا دخلت جديده ورجعت الفيديوهات شويه قدام، الحجر كان هو مدفون تحت الارض. دونك جبت واحد لا ماشين كيسميوها البراكه، واحد المحرات كيحرط في واحد العمق شويه نازل باش كتطلع هذاك الحجر. دونك هذا كانت قام عليا كيسميتو هنا غير الليستا، قام بشي 300 درهم للخدام، وباش جمعت هذاك الحجر كامل وانا عندي 12 خدام يعني قطار وربع، وباش جمعتو 6000 درهم. دونك المجموع ديالهم بجوج عطاني 9600 درهم. هاد العمليه ما بين باش نخرج الحجر من الارض وباش نجمعو. دونك هنا عاوتاني غنديرو نفس القضيه، هذا مضروب في هذا عطاتنا 9600 حيت خلصناها مره واحده. من بعد النقل ديال الحجاره، هنا هي فاش دويت لكم، حيت انا الحجر كنت حطيتو اللور حيت كنت ناوي نبني به السور من تمايا، ولكن ما كتابش، فبالتالي خاصك تضطر تنقلو من هذاك اللور فين حطيتو للبلاصه فين بغيت نبني. دونك
هنايا شحال من فاياج اللي كان خصني باش نبني هذيك الدار، 18 الفاياج. مي فاياجات عامر ماشي دوك الفاياجات ديال البيع والشراء اللي كيسواو 500 درهم، كتلقى بعض المرات ما عامرش مزيان. دونك هنا نفس العملية غنديرو 18 في 120 كتعطي 2160. مواد البناء يعني كلشي داكشي ديال السيمة الحديد الى اخره. وصلت دابا على حسب الاخر، دابا البونات الاخر اللي صيفط ليا فيهم 59 الف درهم و 480. دونك حتى هي نفس القضية، خلصنا غادي نقولو مرة واحدة فوالا، هي 59 الف درهم و 480. من بعد الماء، حيت انا مازال واخا عندي البير ولكن مازال ما عنديش تما البومبه باش نستغلو الى اخره. فشنو كنت كندير؟ كنت كنشري واحد السيتيرنا ديال الماء، كنت صايبتها واحد الباسان صغير راكم بان لكم في فيديوهات، وتيجي يخويها كل مره. دونك حتى جيت 5 سيتيرنات ب 150 درهم لكل وحده. دونك غادي نضربو 150 في 5 غادي تعطينا 750 درهم. دونك انا حاولت كنت كنقيد كلشي باش تكون عندكم يعني التكلفه قريبه، يعني حتى هاد ديال الماء قيدتها حتى هي. من بعد دونك غادي ندير نفس العملية اللي درنا قبيله باش نشوف المجموع غير ديال مواد البناء شحال عندنا كلشي، يعني بالحجر بالسيمة الحديد إلى آخره. دونك هي 71 ألف درهم و 990. هذه بالنسبة للتكلفة ديال مواد البناء. من بعد غادي ندوزو للمواد ديال الكهرباء وديال السباكة، يعني داكشي ديال البلومبري وديال الضو. المجموع عندي 2745 بالنسبة للكابليات ديال الضو، البواطات، داك التيو الأحمر الى اخره، كاع دوك المستلزمات اللي كتحتاج بلا سوارت ديال الضو. بحال تدوي غير هذاك الشيء باش كدوز ديك الدار كحله كما تيقولوا. 2745. والمواد ديال السباكه ديال البلومبري 2906 دراهم. دونك هنا راه نفس القضيه غادي نديرو هاد العدد مضروب في شحال مره في الثمن. دونك هنا حيت خلصناها مره واحده دونك 2745. وبالنسبه للمجموع ديال هاد التكلفة ديال هاد المواد هو غيكون، اعتبر هنا واحد الغلط، فوالا هي 5651. يعني هادو المواد ديال الكهرباء وديال السباكة. من بعد غندوزو لي فوكادر هادو ديال الشلاجم كما قلت لكم. انا درت شلاجم كبار، يعني كنت درت فوكادر من نوعية شوية غليظة. والاطارات ديال الابواب هنا ما درتش فوكادر ديال البيبان، فعلا النجار دار الكادر نيشان، قال لك غير دير الكادر نيشان راه احسن ليك فدرتها. واصلا هذيك الخدمه ديال لي فوكادر الصراحه ما تتعجبني، حيت كنت فايت قابلت واحد الاشغال ديال البني في الدار ديالنا في المدينه، وديك الخدمه ديال الفوكادر ما تجي ما عجبتنيش. فدرت قلت ماشي مشكل غنديروا الكادر نيشان كما قال لي النجار. فدونك هنا غادي نديروا هاد العملية ديال الثمن ديال الوحدة في العدد شحال خلصنا مرة. دونك النوافذ خلصناها مرة واحدة، والكادرات ديال البيبان 350 درهم الواحد، هي 700 درهم. المجموع ديال هادي غنديرو نفس القضية ديال هاد لي فوكادر شحال طلعو. هادي هنا كاين واحد الغلط، حنا عندنا غير هادو. فوالا 1200 درهم. ومن بعد المجموع هنايا الكلي هو هذا، يعني المجموع ديال هاد المجموع هاد التوتال ديال كل حاجة. التكلفة ديال اليد العاملة زائد التكلفة ديال اليد العاملة ديال الكهرباء والسباكة، التكلفة ديال مواد البناء، والتكلفة ديال مواد الكهرباء والسباكة، والتكلفة ديال لي كادر عطاتنا 111 ألف درهم و 841. دونك هذا هو الثمن الإجمالي، يعني 11 مليون و 2000 درهم تقريبا، يعني 11 مليون و 40 ألف ريال تقريبا. دونك فوالا هذا هو الثمن، يعني باش وصلنا لهداك النيفو اللي شفتو دابا ديال الدار مبنية في هداك المرطوب، ودايسين فيها الجعبي ديال الماء ديال الضوء. بالنسبة للجعبي ديال الماء درت هادوك ديال بي بي ار وكنصح بهم حيت هما اللي مزيانين. دوك الجعب ديال بي بي ار كيخدموا بالماشينه، يعني تقدر دير غير بي بي ار في يوتيوب راه غادي يعطيك شنو هو البي بي ار.
دونك هذه هي التكلفة الإجمالية ديال المنزل. نتمنى يكون يفيدكم هذا الجدول هذا. أنا غادي نحاول كما درت لكم في التكلفة ديال البئر، نحاول هذا الجدول هذا غادي نقاد لكم واحد هذا لو موديل هذا باش يكون عندكم تقدروا تيليشارجيوه وتبداو تخدموا به. يعني ملي تبغيو تبنيو تحطوا تعرفوا شنو كيتسناكم، يعني هادشي كامل مواد البناء والاشغال ديال اليد العامله والى اخره. يقدر يكونوا نتوما الدروج يكونوا داخلين في الحساب الا كانوا وسط الدار الى اخره. دونك غادي تقدروا تستعملوا هاد الطابلو هذا. غادي ديروا نتوما غير الاثمنه مثلا ديال كل حاجه بشحال تفاهمتوا عليها مع المعلم، وهنا غديروا شحال العدد ديال المرات اللي خلصتوها. مثلا المتر كاري شحال نتوما عندكم 100 متر كاري، عندكم 150، غدير 150 هنا، غتعطيك الثمن الاجمالي اوتوماتيكمون هنايا الى اخره حتى الاخر. وهنا غيكون عندك هاد المجموعه هذا راه كيجمع هادو، هو الراسو هاد لو فيشي غيكون كيجمع هاد لي طوطو بوحدهم. هذا ما كان. دونك شكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه. الا بغيتوا نقدروا نديروا حلقات على هاد الحفره ديال الصرف الصحي ولا على المسائل ديال الضوء ديال الماء الى اخره. غادي نشوفوا ان شاء الله على حسب التوفر ديال المعلومه، وملي نوصل للمرحله ديال الفينيسيون تاهي ان شاء الله ندويو عليها باش تعمل الفائده. شكرا على المتابعه والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه.